ها يا جماعة، بيبتدي ملخص النهاردة ببطلتنا اللي بيكون اسمها فاي، وبتكون قاعدة في كوخ بتنشف نفسها بسبب المطر اللي غرق لبسها، ولكنها بتتفاجئ بشاب يدخل عليها وبيكون شكله شارب على الآخر، فبتقعد تصوت وبتلف وشها على أساس يتكسف على نفسه ويرجع، ولكنه بيدخل عليها برضه. هو بيمسكها وبيحاول يحتدي عليها، هو بتفضل المسكينة تصرخ عشان حد ينجدها منه، ولكن محدش بيسمعها. هو بيكتم بقها وبيديها سلسلة وبيقول لها ما تخافيش، أنا هرجع بعدين وهكون مسؤول عنك وهتجوزك كمان. هو بيطلب منها تساعده لأن في حد مخدره، والمسكينة مش بتعرف تدافع عن نفسها. هو بيعمل اللي في دماغه. هو بعد ما بيخلص بتحاول تقوم من جنبه، ولكنه بيلاحظ فبيمسكها وبياخد باله إن في على كتفها ندبة. هو بيطلب منها يعرف اسمها، لكنها بتزقه وبتقوم تجري على بيتها اللي بيكون موجود فيه جدة فاي وصاحبتها شيان اللي بتكون مستنياها ترجع عشان تمشي. وبتوصل فاي اللي بتدخل مخضوضة، وشيان بتلاحظ شكلها الغريب وبتسألها انت فيك ايه، انت مش طبيعية، وبيكون رقبتها باين فيها العلامات. لكن فاي بتكذب وبتعرفها ان المطر هو السبب، وهي بس اتأخرت علشان كانت واقفة بتنشف نفسها. وبتسألها لو تقدر تحتني بجدتها لانها عايزة تسافر المدينة تدور على شغل، وشيان طبعا بترفض، بس اول ما بتقولها انها تديها 2000 يوان في الشهر بتوافق على طول لانها بتاع فلوس. اما الشاب بقى بنعرف انه من اغنى الرجال في البلد واسمه باي. هو بيروح عشان يركب عربيته، هو بيعرف هانج السكرتير بتاعه انه في بنت غلط معاها وبيدور عليها عشان عايز يعوضها. وبعدها بقى بنشوف فاي وهي رايحة تركب مواصلات للمدينة، وبتلاقي الناس واقفين مستنيين العربية وبتعرف انهم بيشاوروا العربية، وبعدها بيركبوا. فبتفهم ان دي طريقة توصلها للمدينة، فبتوقف اول عربية تقابلها واللي بتكون عربية ملاكي، ومن حظها كمان بيكون اللي راكب فيها باي. هو بيقف لها على طول وبتركب معاه. هو بتكون فاكراه مواصلة اصلا، ولكن هانج بيقول لها تنزل لان دي عربية خاصة، فبتعرفه انها تدفع. فبيفهم باي انها على الله حكايتها وما تعرفش حاجة غير الريف. هو بيسألها رايحة فين، فبتعرفه انها تروح تشتغل في فندق في المدينة اسمه دونج، وبتديه العنوان. فبيقول لها انه كمان رايح لهناك ويقدر يوصلها. وبتشكره فاي على مساعدته ليها، وبتفضل طول السكة تتفرج على الطريق زي العيل الصغير. وبسبب المطبات بيقربوا من بعض، وباي هنا بيشم نفس الريحة اللي شمها في البنت اللي كان قرب منها، فبيحب يتأكد وبيسألها هي من مدينة ايه. فبتكدب عليه وبتقوله انها من مدينة دو لانها خافت يعرف عنوانها عشان جدتها قالت لها ما تعرفيش اي حد غريب، انت منين. وبعدها بقى اخيرا بيوصلوا للفندق، وبتفرح انها وصلت. وبتقابل هناك صاحبتها المقربة اللي بيكون اسمها مية، وبتكون متوظفة في الفندق. وأول ما بتشوفها بتجري عليها عشان تسلم، ولكن البنت بتصدها وفاي مش بتحط في دماغها. وبعدها بقى بتعرفها على تشو اللي بيكون مدير الموظفين في الفندق. هو بنعرف انه عينه زايغ، هو مي بتساعده يوقع البنات الجديدة مقابل انه يشغله، ولكن فاي مش بتحب لمساته. هو بتقوله بلاش الحركات اللي انت بتعملها دي، وبتشوف ست عجوزة واقعة فبتروح عشان تساعدها. وده بيعصب تشو جدا اللي بيكون عايز يطرد الست دي لأن شايف شكلها غير لائق بمكانهم، هو لبسها مش مناسب. ولكن فاي بتقوله ان الزبون ايا كان لبسه لازم يحترموه. وبيسمع الكلام ده باي اللي بيكون لسه داخل، وبيسمع كمان تشو هو بيزعق بأعلى صوته وبيقول انه هنا الكل في الكل. بس باي هنا بيكبسه لما بيقوله قول تاني كده كنت بتقول ايه. وهنا بنعرف ان باي صاحب الفندق اصلا. هو بيهزق تشو على قلة ذوقه مع الزباين، هو بيعين فاي لان اللي زيها لازم يكونوا شغالين في فندقه، وهي طبعا بتطير من الفرحة. لكن تشو بيعينها في التنظيف، وبياخدها هو ومي عشان يشربوا بالليل ويحطوا لها مخدر في المشروب. وطبعا مية هي اللي بتكون مخططة لكل حاجة، وبتقبض مبلغ محترم عشان تسلم صاحبتها لتشو. وبعدها بياخدها تشو على الأوضة، بس باي بيقابله وبيعرف ان في حاجة غلط لان فاي بتكون متخدرة ومش عارفة تتحكم في نفسها. فبياخدها من تشو، هو بيعرفه انه هيعرف ايه اللي حصل لها. هو بيشيلها على اوضته وهي بتحاول تقرب منه،
ولكنه بيشم نفس الريحة تاني. هو بيحاول إن يشوف الندبة اللي في كتفها، ولكن في الوقت ده هي بتفوق. هو بتقوله عيب عليك يا قليل الأدب، وبتضربه بالقلم. فبيطلع من الأوضة وبيسيبها. أما تشو بيعرف ميا إن باي أخد فاي منه وخايف تتكلم وتوديهم في 60 داهية، بس ميا بتعرفه إنها بنت طيبة ومش هتتكلم عليه. وتاني يوم بقى بتكون فاي خلاص فاقت وبتفتكر اللي حصل. هو بتكون مرعوبة لحسن يكون تشو قرب منها لأن لبسها بيكون متغير. هو بتقوم عشان تضرب اللي هيخرج من الحمام على طول. هو بنروح بقى البيت الجد وبنشوف شيان اللي بتكون متضايقة عشان هتقعد مع الجدة، بس الفلوس مش مكفياها لأنها واحدة طماعة مهما خدت ما بتشبعش. هو بتتفاجئ برجالة داخلين عليها وبيشوفوا السلسلة اللي معاها، وهنا بيقولوا لها إنها العروسة اللي بيدوروا عليها الباي، وطبعا هي بتطير من الفرحة. وبنرجع لفاي تاني اللي كانت هتفتح راس باي، اللي بيقولها هو ده رد الجميل بعد ما أنقذتك امبارح من تشو، وبياخد منها الفاز ولكنها بتفضل تبص على عضلاته وبيسألها لو خلصت، فبتقعد تبصله وتتغزل فيه وهو بيتكسف وبيغطي نفسه. هو بتلاحظ ان في شمع في ايده وبتسأله لو مولود بيها، فبيقول لها ايوه. وهنا بنعرف ان الشاب اللي احتدى عليها كان عنده نفس الشمع دي. وبعدها بقى بيتصل هانج عليه عشان يعرفوا انهم لقوا البنت اخيرا. وبعد ما بيقفل بتسأله فاي لو متجوز، ولكنه بيكبسها وبيقول لها وانت مالك، فبتزقه وبتطلع بره. هو بنشوف ان كل الفندق سمع بوصول عروسة باي والكل بيكون اتجمع عشان يشوفوها، واللي هي شيان بعد التنظيف والتعديل. ولما فاي بتشوفها بتخاف ان صاحبتها تقع في واحد لعوب زيه، وبتقرر انها تعرفها ان باي نام معاها قبل كده. هو بتاخدها فوق على السطح وبتتخض لما بتعرف انها شغالة هنا لانها فهمت ان باي نام معاها اصلا. هو بسبب السلسلة فكرها هي. ولما فاي بتنصحها تهرب منه لانه مش كويس وهيأذيها، ولكن شيان بتقول لها ان كل الرجالة بيعرفوا ستات وخصوصا لو معاه فلوس، وبكرة بعد الجواز يعقل ويقعد في البيت. هو المفروض انها تفرح لها عشان لقيت حب حياتها، وبتكذب انهم كانوا يعرفوا بعض من زمان وحبوا بعض. فبتقرر ما تقولش على اللي حصل بينهم بما ان شيان فرحانة بالجوازة. وبعدها بقى بتروح شيان عشان تقابل باي اللي بيكون شاكك فيها اصلا لأن ريحتها مختلف وكمان مش شبه البنت في جسمها، ولكن السلسلة اللي معاها بتقنعه. هو بيسألها عايزة ايه تعويض، فبتمثل ان اللي حصل بينهم ممكن يدمرها ويخلي عيلتها يقتلوها لأن عندهم في الريف محافظين جدا والحل الوحيد هو الجواز. وهو طبعا بيوافق ولكنه ما بيكونش قابلها. وبعدها بقى بياخدها على بيته ولكنها بتطمح في بيت أكبر. هو بتعرف انه عنده واحد تاني بيكون كبير عندها وبيقولها لو عايزة تعيشي فيه لوحدك روحي، فبترفض لأنها بتكون عايزة تتمم جوازها منه الأول وتضمن انه بقى خلاص ليها. ولكن باي بيحس انها طماعة وان دي مش هي البنت اللي قضى معاها ليلة. وهنا بنعرف ان شيان ناوية تتخلص من فاي عشان تضمن ان باي هيفضل معاها على طول. هو بنشوف بعدها فاي وهي بتنظف الحمامات. هو بيحاول تشو انه يتحرش بيها بعد ما بيطفي النور، لكنها بتضربه وبتعمل نفسها ما كانتش تعرف ان هو اللي وراها. وعقابا ليها بيكلفها تنظف كل الحمامات والليل والا هتطرد، فبتفضل تنظف لحد وقت متأخر. وبتنام في الحمام وبتصدم باي بيها في حمام، ولما بيفوقها بتفتكر انها بتحلق وبتقعد تتغزل فيه تاني وبتمسكه من خده، فبيمسكها هو كمان من خدها. وهنا بتعرف انه حقيقي وبتتأسف له على اللي عملته. هو بتعرفه ان تشو هو اللي امرها تنظف كل الحمامات والا هيطردها، فبيبعت باي هانج عشان يجيب لتشو اللي اول ما بيوصل بيزعق لفاي عشان فكرها اشتكت لباي اللي بيقوله انه قابلها صدفة وان اللي عمله ده غلط لان مفيش عامل واحد يقدر ينظف كل الحمامات دي في يوم. هو اقل حاجة 3 ينظفوهم. لا ومش بس كده، وده كمان باي بيعرف انه ادى للاتنين التانيين اجازة وكلف باي لوحدها بالتنظيف، فبيحكم على تشو ينظف بدلها الليلة والا هيطرد. وتاني يوم بقى شيان بتسمع اللي عمله باي في تشو
عشان فاي، فبتقرر انها تتخلص منها بأسرع وقت، لانها لو فضلت كده باي هيروح من ايدها. وعند فاي بقى بتكون بتنظف اوضة باي وبتتفاجئ انه بيغير هدوم، فبتتكسف لانها فكرته في اجتماع، وبتديله بقديم يستر نفسه لكن ريحته بتكون وحشة، فبتروح عشان تقلعوا الروب وبيقعوا في حضن بعض. وشيان بتكون بتدور عليه في الوقت ده، وهانج بيعرفها انه في جناح الاعمال، فبتروح له. وفي الوقت ده بتكون فاي عجبها عضلاته، هو بيقول لها تلم نفسها. هو بيسألها هنا لو عندها ندب في كتفها، فبتقوله ملكش فيه. وبتيجي تخرج بتسمع صوت شيان، فبتستخبى بسرعة في الدولاب، وشيان بتدخل لباي وبتقرب منه وبتعمل نفسها مهتمة بيه وعايزة تلبسه على ذوقها. هو بتروح عشان تجيب له كرافتة من الدولاب، بس باي بيفتح الرف اللي فيه فاي وبياخد واحدة منها، وهو بيخرج شيان عشان يكمل لبسه. وبتخرج هنا فاي اللي بيقول لها ما كانش ليه لازمة تستخبى لانهم ما عملوش حاجة غلط. وفي الوقت ده بيشوف هويتها اللي بتقع منها، وبيعرف انها من مدينة هاي، وبيعرف هنا انها كدبت عليه. هو كمان بيفتكر ان البنت اللي قرب منها كانت من نفس المدينة دي، ولكن فاي بتاخدها منه بسرعة وبتمشي في ساعتها. وفي الوقت ده بتكون شيان راجعة تاني وبتشوفها خارجة من عنده، وطبعا بتكون هتولع. وبتقابل تشو وبتكدب عليه وبتقوله انها اشتكت عليك عند باي، وبتطلب منه يتخلص منها بأسرع وقت وإلا هتاخد مكانه. وفعلا بالليل بيأمرها تشو تنقل حاجات لتلاجة المطبخ، هو بيستناها لما بتدخل، هو بيقفل عليها التلاجة عشان تموت. ولما باي بيلاقي بنت تانية بتنظف اوضته بيسأل على فاي وبيعرف انها بتنقل حاجات للتلاجة، وبيستغرب لان ده مش شغلها. هو بيجري بسرعة يدور عليها كأن قلبه حاسس. هو فعلا بيفتح التلاجة قبل ما تتجمد، وهي بتكون مصدقة لقيته. هو بيغمى عليها في ساعتها وبياخدها على اوضته وبيشربها حاجة سخنة. وهانج بيكون مستغرب من باي اللي أول مرة يهتم بحد كده. وبعدها بقى بيجيب تشو وبيديله كلمتين بسبب الإهمال اللي كان هيقتل عاملة عندهم، ما يعرفش ان هو اللي قصد يدخلها. هو بيقوله ان كده الأخبار هتجيب في سيرتنا، وطبعا تشو بيطلع نفسه منها. هو بيوصل بعدها شاب اسمه هان بيكون صديق فاي واللي بتجري عليه أول ما بتشوفه. هو باي طبعا بيغير منه، هو بيروح عشان يتعرف عليه، ولما بيشوف طريقته مع فاي بيكون هيضربه. هو كمان بيلبسها الجاكيت بتاعه، هو بيصمم ان ياخدها للدكتور بدل باي اللي بيقرر يرخم عليها. وبيطلب من هانك يعمل حظر تجوال للي ساكنين في الفندق، فبيقوله انه مفيش قانون ينص على حاجة زي كده، فبيقوله باي يعدله عادي يعني. هو بنشوف هان بيتعشى مع فاي اللي بتعرفه ان شيان هنا بس بقت مخطوبة لباي، ومش حابة ان حد يشوفهم مع بعض عشان هي عملت نظافة. فبيقول لها هنا عادي، وبيعرفها انه هياخدها تتفرج على فيلم، بس بيوصلها رسالة بالرجوع الساعة 9 عشان حظر التجوال في السكن. وعند شيان بقى بتحاول تتقرب من باي وبتجرح نفسها في كتفها عشان تبقى زي فاي. هو وقتها باي اكيد هيقتنع انها نفس البنت اللي قرب منها زمان، بس هو مش بيرضى يقرب منها لانه بيكون حاسس من جواه ان دي مستحيل تكون هي. وكمان بيسألها على ريحتها المختلف، هو بيرفض يقرب منها، فبتتعصب وبتتصل على فاي عشان تقابلها وتديها من البرفان بتاعها. وتاني يوم بتقابلها فعلا، وبتكون فاي جايبة لها حاجات من القرية، لكن شيان بتستعر منها وبتقعد تستخبى من عيون الناس. ولما بتعرف ان هان زميلهم الجامعي هنا بتسألها لو بيحبها لانه بيحب يتواجد معاها دايما، وبتحاول تحببها فيه غصب عنها عشان تنسى باي، ولكن فاي كده كده مش بتحبه. هو بنرجع بعدها بقى للفندق، هو بتقابل هناك باي اللي كان شارق وبتاخده عشان توصله القط، ولكنه بيقرب منها بالعافية وهي بتضربه لأن المفروض هيتجوز شيان. هو بيحاول انه يشوف الندبة اللي موجودة على كتفها بس بتضربه تاني، وهو بياخد باله انه زودها حبتين وبيتأسف لها في الآخر. بس وهي خارجة بقى بيصورها تشو وبيبعت الصورة لشيان عشان تعرف ان فاي بترسم على باي وعايزة تسرقه منها، فبتأمره انه يخلص عليها بأي طريقة وهي هتكافئه. وتاني يوم بقى
فاي بتكون بتتجنب باي على الآخر، لكنه بيروح وراها وبيسألها خير بتستخبي مني ليه، وكمان مش بتنضفي الأوضة، فبتعرفه إنه في غيرها كتير ممكن ينظف أوضته، لكنه بيأمرها إنها تنظف الأوضة، هو من هنا ورايح هتنضفها كمان 5 مرات في اليوم. هو بتروح وراه وهي مش طايقة نفسها، هو بيفضل يلف وراها في الأوضة وهي بتكون مدوخة وراها. هو بيطلب منها تختار بدلة بس بترفض وبتقوله يلم نفسه ويبعد عنها لأنه خلاص هيتجوز. هو بتطلع من الأوضة وهي بتعيط لأنها بتكون خلاص حبته. هو بيقابلها تشو اللي بيأمرها تنظف أوضة العميل، هو بيحط لها محفظة عشان بعدها بساعة العميل يبلغ عن عملية سرقة، وطبعا تشو بيلبسها الفاي وشيان بتقف تتفرج عليها وبتكون مبسوطة من اللي بيحصل. وبيأمر تشو الحراس يفتشوها وبيتلموا عليها وبيقطعوا هدومها، بس باي بيلحقها وهي يا عيني بتكون منهارة من العياط. هو بتجري عليه وبتحلف له انها ما سرقتش حاجة، هو باي طبعا بيصدقها وبيعرف تشو انها يتحبس بدل فاي لانه لبسها عملية السرقة دي والكاميرات صورته، وكمان عطلها عشان يغطي على جريمته، بس ما كانش عارف ان باي هيعرف كل حاجة. وكمان ميا بتحترف عليه في موضوع التحرش بالموظفات الجداد واللي منهم فاي، والاتنين بيتقبض عليهم. وهنا شيان بتكون خلاص هتنفجر. هو بيوصل بعدها هان وبيبعد باي عن فاي وبيسألها لو بخير لأنه سمع اللي حصل لما رن عليها والتليفون فتح لوحده، بس هي مردتش. وبياخدها عشان يطمن عليها وبيكون باي هيولع من الغيرة. أما فاي بقى بتكون مع هان وبيجيلها اتصال من شيان عشان تروح تنظف بيتها اللي هو أصلا بيت باي، وهان كان رافض، بس فاي بتكون محتاجة فلوس عشان تأجر بيت لجدتها. وبتروح بعدها لبيت باي وبتستقبلها خادمة تانية عشان تعرفها على البيت، بس شيان بتطلب منها تمشي وهي هتعرفها شغلها. هو بيظهر على شيان انها متكبرة عليها وبتطلب منها كمان ما تقولش لحد انهم يعرفوا بعض عشان محدش يقول انها متوظفة بالوسط. وفي عيني عشان طيبة وعلى نيتها بتصدق كلامها عادي. هو بتوصل بعدها للبيت أم باي اللي بتكون بتعرج من وجع رجلها، وشيان بتغلط فيها وبتهينها، وده لأنها بتكون فاكراها الطباخ والأم مش بترد عليها. هو بتقولها شيان تشوف شغلها وبتطلع لفوق، أما فاي بتطلب منها ترتاح وهي هتعمل الشغل بدلها وما تخافش مش هتاخد الفلوس بدلها ولا حاجة. وطبعا هنا الأم بتعجب بالبنت دي جدا وبتحس إنها بريئة وقلبها طيب وبتتمنى لو واحدة زي دي تكون هي اللي ابنها هيتجوزها. وبعدها بقى فاي بتمشي وشيان بتنزل تطرد الأم وتكمل إهانتها لحد ما باي من حظها الأسود بيوصل وبيعرفها إن دي تبقى أمه، وهي طبعا هنا بتتكبس وبتقعد تتأسف عن اللي عملته، بس الأم بتقول لابنها إنها مش موافقة على الجوازة دي. وهنا شيان على طول بتتمسكن وبتفكره إنه وعدها بالجواز ولما وافقش أهلها يقتلوها. وتاني يوم بقى بتروح الأم للفندق تدور على فاي اللي كانت بتشتغل، وبتفرح فاي إنها شافتها وبتسألها لو جاية تشتغل هنا، ولما مديرة الدور بتشوفها بتتكلم وسايبة الشغل بتروح عشان تهزقها. هو تهزق معاها أم باي وبتقولهم يشوفوا شغلهم، وبتهين الست على الآخر ولكنها بتعرفها إنها تبقى أم باي، بس المديرة طبعا ما بتصدقهاش وبتتريق عليها لحد ما بيوصل باي اللي بيسمع المديرة بتهين أمه. هو بيعاقبها بإنه ينزل رتبتها ويعين مكانها فاي اللي بتتصدم إن دي أم باي واللي عرضت عليها تتجوز ابنها، بس فاي بترفض وبتكون طبعا رفضت عشان صاحبتها اللي ما تعرفش إنها عايزة تخلص عليها. وبعدها بقى بنشوف باي بيسأل عليها وبيعرف إنها خرجت مع هان، فبيتضايق وبيزعق لهانج اللي بيستغرب وبيقول طالما انت بتحبها كده ما تتكلم بدل ما انت عمال تاكل في نفسك. والمشكلة انه بيروح يراقبه من بعيد زي الحرامية، وهانج بيقوله يعترف لها بحبه قبل ما حد غيره يسرقها، وساعتها هيندم أشد الندم. ولكن باي بيكون بيعاند في نفسه، ولما بيرجع الفندق بيطلب من فاي تروح له الأوضة عشان تنظفها كالعادة، وهي مش بتكون طايقاه بس بتعصر على نفسها ليمونة وبتدخل تنظفها وبتقوله هات من الآخر. وهنا وأخيرا بيعترف لها بحبه وإنه هيتجوز شيان نتيجة غلطة مش أكتر. وهنا بترد عليه وبتقوله إن الحب
الحب مش لعبة، هو مش كل شوية يتسلى بنت شكل، ويا ريت ما يحاولش يشوفها تاني لأنهم مستحيل يكونوا لبعض. ولكن لما بتخرج من عنده بتحس بوجع في معدتها، فبتروح تاني يوم للمستشفى عشان تطمن على نفسها. وطبعا الدكتور بيصدمها إنها حامل، والموضوع ده هيكون مشكلة كبيرة بالنسبة لها. هو بتكون لازم تعرف باي لأنه الأب. هو بتروح عشان تقابله بعدها في الفندق، وبتكون لسه هتقوله، لكن هاند بيبلغه إن شيان مستنياه عشان ينقوا فستان الفرح. فبترجع فاي عن قرارها، وبتقرر زي الغبية إنها خلاص هتربي الطفل لوحدها. وباي أصلا بيكون لسه محددش ميعاد جوازه من شيان. وبعدها بفترة بقى بتروح أم باي تقابل فاي وبتطلب منها تتغدى معاها، فبتوافق وبتسمعهم شيان اللي بتقرر توقع فاي في مصيبة جديدة. وبتروح تتفق عليها مع مديرة الغرف في الفندق عشان يطردوها قبل ما تاخد مكانها زي ما عملت مع تشو. وبالليل بقى بتكون في الحفل، والمديرة بتدبر حادثة لفاي اللي كانت بترتب الترابيزات عادي، وبتكون النجفة هتقع فوقيها، بس باي بيلحقها وهو اللي بيتصاب بدلها. هو بيتنقلوا الاتنين للمستشفى، وباي بتكون حالته بسيطة، بس شيان بتعرف ان فاي حامل. وهنا بتنزل عليها الصعقة، وعلى طول بتروح لها الأوضة عشان تقنعها بالإجهاض، وطبعا بترفض. ولما بتروح تطمن على باي شيان بتحضنه وبتقوله انها حامل، وبتستخدم نتائج التحليل بتاع فاي عشان تقنعه. وفاي هنا زي الهبلة بتقرر انها تنسحب من حياة باي للأبد. وتاني يوم بقى باي بيطلب من فاي تعزمه على الغد مقابل إنقاذه ليها، فبتوافق وبتروح، لكنها بترفض تشرب معاه وبتحس بتعب. فبيصمم هنا انه يوديها للدكتور، لكن شيان بتوصل وبتقوله يسيبها لان فاي حامل، بس مش عارفين مين الاب. وبيوصل هان هنا اللي بيقول ان هو الاب، وبياخد فاي وبيمشي، وبتسأله ايه اللي جاب، فبيعرفها ان شيان اللي طلبت منه يعمل كده عشان يقنعها انها تبعد عن باي ويتجوزوا. وبيطلب منها تتجوزه ويربي الطفل سوا، ولكنها بترفض. أما شيان الأفعى بتحاول تنام مع باي اللي بيرفضها طبعا، فبتزيد النار في قلبها أكتر. وهنا بتجيب من الآخر وبتتصل على حد عشان يقتل فاي. هو بتكون شايفة إن طول ما هي عايشة هتفضل واقفة بينها وبين باي، ولكن لسوء الحظ بيسمعها هانج في الوقت ده. هو بيروح على طول يبلغ باي عن خطة شيان، وعلى طول بيطلع بسرعة يدور على فاي اللي كانت بر. هو بينقذها على آخر لحظة قبل ما العربية تخبطها. هو بياخدها للمستشفى لأن بيكون أغمى عليها. هو بيسألها لما بتفوق عن الندبة اللي في كتفها، وهنا أخيرا بتحترف إن هي البنت اللي اعتدى عليها. هو بتقوله يبعد عنها عشان شيان، لكنه بيفهمها إن شيان كدبت عليه وإنه أصلا معاها عشان فاكرها هي. هو بيعرف بعدها إنها حامل في ابنه، وهنا الفرحة ما بتكونش سايعاه. وتاني يوم بقى في الفندق بيفضح شيان قدام الكل اللي كانت هتقتل فاي. هو بيطلب لها البوليس. هو بعدها بيعرف إن فاي هي البنت اللي قضى معاها الليل، فبتفرح الأم إن دي هتبقى مرات ابنها. هو بيتقدم لها باي رسمي قدام الكل، وهي طبعا بتوافق. وأخيرا وبعد طول انتظار بيتجمعوا أبطالنا. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.